بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انا جايه اتكلم في الفيديو دوت كأم، مش جايه اتكلم كمدرسه في الفصل او مدرسه بدي درس والكلام ده كله. لا، على فكره انا مش مدرسه خالص. انا جايه اتكلم كأم بتذاكر لبنتها في البيت. فحابه بس اتكلم في اول الفيديو عن مواد سنه ثالثه ابتدائي. هتكلم النهارده عن اللغه العربيه وعن الكتاب اللي انا بستخدمه. في البدايه كده انا كنت بستخدم السنتين اللي فاتوا، يعني انا عندي في ثالثه ابتدائي، عندي هنا زي ما قلت لكم في ثالثه ابتدائي، يعني السنتين اللي فاتوا كنت بستخدم في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي كنت بستخدم كتاب سلاح التلميذ في اللغه العربيه. فلكن اتضح لي ان كتاب سلاح التلميذ دوت للمدرس فقط، ما بيبقاش للطفل. يعني بمعنى اصح ان البنت ترجع من المدرسه عايزين نراجع مثلا اللي احنا اخدناه. بلاقي نفسي ان انا لما بفتح كتاب سلاح التلميذ بضطر ان انا ارجع للشرح بتاع الدرس في المدرسه اللي هو بنتي واخداه في الكشكول. فطبعا انا عايزه الكتاب يكون فيه شرح، يعني انا مش كل ما اجي ان انا لو انا مثلا في الظروف اللي احنا فيها دي مفيش سناتر، مش هتدي لبنتك درس بره، غير يعني مثلا لو مدرسه هتجيلها البيت لو امكن. فانا عايزه انا اللي اذاكر لبنتي. فبصراحه لقيت ان سلاح التلميذ ككتاب خارجي للمدرس فقط، المدرس بيختاره لان بيبقى فيه عناصر هو بياخدها وبيشرحها، لكن ما بيبقاش فيه الشرح بتاعها. لكن كتاب قطر الندى لقيت ان العناصر كل عنصر بالشرح بتاعها. فانا اخترت السنه دي كتاب قطر الندى بناء يعني على طلبي انا، لان انا حابه ان انا اراجع لبنتي في البيت كل درس غير المدرسه خالص. ان شاء الله لما تبتدي المدرسه المدرسين في المدرسه بيكتبوا ممكن يطلبوا كتاب تاني خالص. فانا خلاص المدرس يطلبوا، لكن انا في البيت بتكلم، انا في الفيديو ده سوري بتكلم ان انا بذاكر لبنتي في البيت. فايه الكتاب اللي هختاره بالنسبه للغه العربيه؟ هختار كتاب قطر الندى. كتاب قطر الندى من الكتب الممتازه جدا بصراحه، عجبتني. بدايه كده هو زي ما بيقولوا دليل ولي الامر. يعني كل كتاب كل درس في مثلا لو سواء كان قصه كان نحو كان نصوص، سواء كان نصوص زي ما قلنا نشيد، يعني شارح الدرس سطر سطر. عايزه اقول لكم كلمه كلمه، جايب الافعال اللي في الدرس عاملها بالوان معينه، كلمات مثلا في قصه عاملها بالوان معينه، بيشرح للطفل ان هي دي افعال. فانا عجبني بصراحه قطر الندى جدا. خليني بقى بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي مع بعض كده. الكتاب طبعا احنا ابتدينا فيه الكتاب من ما جبته، يعني من ساعه ما جبته واحنا ابتدينا فيه مش متاخرين. فلكن حبيت ان انا اتكلم برضو لما هو انا ابتديت فيه ولقيت ان هو في منتهى الجمال، ويعني الدليل ولي الامر فعلا زي ما بيقولوا. فحبيت ان انا اعمل الفيديو دوت واتكلم فيه مع جميع الامهات اللي بتحب ان هي تذاكر لبنتها في البيت او تراجع لبنتها في البيت. في بداية الكتاب كده هو عامل خطة زمنية للدروس، يعني هي بصوا مكتوب خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي. بداية كده يعني بيقولك هنا مثلا، عايزة بس اقرب الكاميرا شوية. بيقولك هنا في شهر اكتوبر، تمام. في شهر اكتوبر هيدرس المحور الاول اللي هو من اكون، هياخد فيه مثلا 3 دروس، هياخد فيه 3 نصوص، هياخد فيه 3 قصص، هياخد فيه النحو هيتكلم عن ايه اللي هي الاساليب والتركيب، اسلوب النحو، هيتكلم عن الفعل المضارع، هنتكلم عن اسلوب التعجب. ليه هو عامل خطه توزيع المنهج ده؟ علشان خاطر وانت بتدي بنتك او كمدرس بيدي الطفل، يعني ما يتوهش في زحمه الشهور، مثلا ما يأجلش درس الاسبوع الجاي، ما يقدمش درس، الكلام ده كله. فهو عامل له خطه الدروس ديت على اساس ان هو يمشي مظبوط في الدروس، ما ياخرش درس، وكمان ما يفوتش درس، ان هو مثلا يلاقي نفسه ان هو متاخر فيخش في الدرس اللي بعديه يقول ده ثالثه ابتدائي مش مشكله، ثالثه ابتدائي ما فيش امتحانات. لا، انت بتاسسي على فكره، ده تاسيس، تمام. دي اول حاجه خالص اللي هو الكتاب بيتكلم عن الخطه الزمنيه للدروس. تاني حاجة، اول ما بنفتح كده بنلاقي حول المنهج، بنشوف المنهج بيتكلم عن ايه، وبيدي نصايح هنا لولي الامر. بيقولك على الخطوات اللي انت ممكن تعمليها مع بنتك، يعني انت
ازاي تمشي معاها في خطوات الاستماع، ازاي تمشي في خطوات استماع القصص، ازاي تمشي معاها في الانشطه، ازاي تمشي معاها في انشطه القراءه، انشطه ما بعد القراءه، ازاي تمشي معاها في خطوات تناول نصوص القراءه. يعني بيعرف ولي الامر ازاي ان هو يمشي مع الطفل في المرحله الابتدائيه ديت، ان دي مرحله التاسيس زي ما قلنا. خلينا بقى كده مثلا لو هناخد بصوا احنا ابتدينا فيه زي ما قلت لكم، لو مثلا هنتكلم عن مثلا قصه الاستماع عاملها ازاي. بصوا قصه الاستماع جايب كل فقره من القصه قدامها الصور اللي تخصها. الطفل يعني رغم ان هو في ثالثه ابتدائي ممكن ان انت ما تعتبرهوش كبير قوي، تعتبريه ان هو بيحمس الطفل عن القراءه. يعني اللي هو الشكل اللي هو عامله في الكتاب ده ان هو بيحمس الطفل عن القراءه، عايز يعرف الصوره دي بيعمل ايه، الصوره دي بيعمل ايه، عايز يعرف دي ليه، الصوره دي ليه جت بعد الصوره دي، فبيحمس الطفل عن القراءه. فانت تلاحظي ان كل فقره من الجمله عامل لك الصور الخاصه بيها. وتلاحظي كمان ان هو جايب لك هنا الكلمات المختلفه اللي بتعبر عن الافعال في كل قصه من الدرس. خلاص، يعني كل قصه او كل اي درس في الكتاب عامه، انا دلوقتي بتكلم عن اي درس في الكتاب عامه، مش هتكلم بقى على نحو ونصوص والكلام ده كله، لا، كل حاجه جايب لك الكلمات اللي هي الافعال، جايبها لك بالوان مختلفه. بعد كده بعد ما بيجيبها بالوان مختلفه زي كده في الدرس، هنا بيعمل لك شايفين ديت يعني زي مرجع كده للطفل. يعني هو بيقول لك ايه راجع خطوات تناول قصه الاستماع مع الطفل. تمام. في كتاب سلاح التلميذ ما كانش فيه الحاجات دي ولا كان فيه معاني كلمات. انا كأم بأدي بنتي في البيت، اما كنت بشوف مثلا عايزين بيجيب لي في الاسئله معنى كلمه مثلا دائما، فكنت بضطر ان انا ارجع للدرس واقرا الدرس. انا يعني دائما دي احنا كلنا عارفينها، انا بتكلم كمثل يعني. اي كلمه احنا مش عارفين معناها كنت بضطر ان انا ارجع في للدرس، مش بعرف معناها كنت بضطر ان انا ارجع لكشكول المدرسه. فما كانش بصراحه الموضوع ده عاجبني قدام البنت. فانا لقيت ان الكتاب ده جايب لي، ما كانش فيه برضو الملخص بتاع اي درس زي كده، سؤال وجواب ان انا ادرب على البنت على الاسئله. يعني انا بعد ما بنخلص القصه بنقول لها سين واحد مثلا، ما الذي يميز شخصيه كل من الصديقين يوسف وعمر، هي بتجاوبني بناء على قراءتها للدرس. فانا الاسئله ديت ما كانتش في سلاح التلميذ ان انا ادرب بنتي او ان انا اسالها في الدرس. فالاسئله عامل هنا ملخص للدرس زي ما انتم شايفين كده، عامل هنا معاني الكلمات اللي احنا كل في الدرس اللي احنا جديده علينا، جديده على البنت يعني. طبعا الانشطه بتاعه الدرس زي ما انتم شايفين احنا ابتدينا فيها اهيت. دي بالنسبه للقصه. بصوا يعني في منتهى الجمال، كل فقره زي ما قلت لكم قدامها الصوره بتاعتها والملخص بتاعها ومعاني كلمات. تعالوا بقى نشوف النحو. تمام. هنا برضو جايب لك قبل النحو جايب لك اقرأ واكتشف، جايب لك يعني جايب لك زي فقره كده زي تدريبات على النحو، جايب لك زي فقره كده وبيقول لك انت استخرجي من الفقره ديت الحاجات اللي انت كنت واخداها في السنين اللي فاتت. خلاص، طبعا احنا كنا واخدين في اولى وثانيه اللي هي النحو ديت اللام الشمسيه والفعل الماضي والفعل المضارع والجمع والمفرد والعكس والكلام ده كله. عايزه هنا بخصوص النحو هنا برضو جايب لك اختار الفعل المناسب، وجايب لك يعني اسئله كده وانت تختاري الفعل المناسب. بيدرب الطفل برضو على الافعال ان هو يختار الفعل المناسب. يعني جايبه لك هنا اختاري من بين القوسين، لكن جايب لك هنا اكمل زي ما انت شايفه كده. بالنسبه للنصوص برضو تمام، جايب لك بصوا دي كلها اسئله ملخصه تحليل النص في سؤال وجواب للطفل. بعد ما بتخلصي معاني الكلمات، وهنا جايب لك برضو الجمع والطرح والكلمه وعكسها ومعاني الكلمات. بتقعدي مع البنت بتسالي وهي بتجاوب على طول بناء على قراءتها للدرس. ولاحظ واكتشف هنا. وهنا بقى بصوا عايزه بس اقول لكم على حاجه، بيبقى في كل درس من الكتاب بيبقى فيه مربع صغير كده من تحت، ده بيبقى موجود برضو في سلاح التلميذ، بس ما بيقولكيش ان انت بتعملي ايه،
بيعرفك بس نشاط 2 ده بيتكلم عن ايه، لكن هنا بيوضح لك بالظبط يعني انت مثلا في نشاط 1 ونشاط 2، قبل ما بتقولك مثلا، قبل ما بيقولك مثلا هنا يتوصل طفلك الى مفاهيم جديده اللي هو فعل الامر، لكن هنا بيشرح لك بتعملي ايه مع الطفل. ده كان النهارده ريفيو عن كتاب قطر الندى للغه العربيه. عجبني جدا جدا، عايزاكم كلكم تستخدموه كأم في البيت بتذاكر لبنتها، مش كمدرسة. بجد هيعجبك جدا جدا جدا. انا اتكلمت فيه عن تجربة، يعني انت لو تلاحظي انا بادئه فيه من بدري وما عملتش فيديو ولا اي حاجة. وكنت عاملة فيديو السنة اللي فاتت عن سلاح التلميذ، لكن السنة دي عجبني قوي قطر الندى، فحبيت ان انا اتكلم فيه لأي ام ان هي بتذاكر لبنتها في البيت. ويا رب بالتوفيق لكل الاولاد، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.